بيراميدز عملوا لفته هايله يا ريت تتعمم في الدوري المصري كله. انا يوسف التهامي العميد. نادي بيراميدز واحد من الانديه اللي عليها علامات استفهام كتير واللي الناس دايما بتسال عنه، هما ازاي بيدفعوا كل الفلوس دي من غير اي مردود مادي وانجازات بيعملوها اللعيبه؟ والسؤال ده بيطرح من ساعه ما النادي اتعمل، الفلوس دي كلها مدفوعه على ايه؟ بس في الفيديو ده انا جاي اتكلم عن ظاهره ايجابيه اتبناها نادي بيراميدز وهم بيلعبوا نادي الزمالك في الاسبوع رقم 20 من الدوري المصري، وهو ان بيراميدز عمل تعاون مع مستشفى اهل مصر عشان يسوق للمستشفى بطريقته الخاصه، وهو انهم دخلوا الماسكوتس او الاطفال اللي بتبقى داخله مصاحبه للعيبه وهم داخلين الملعب، وكلهم من مرضى المستشفى من مصابي الحروق، واللي دايما بنشوف لهم اعلانات كتير عشان ننشر التوعيه باهميه التبرع للمستشفى. فدي كانت حركه ذكيه جدا من اداره المستشفى ان هم يحطوا ايديهم في ايد نادي بيراميدز. ليه بقى؟ عشان يشجعوا الناس ان هم يتبرعوا للمستشفى، خصوصا ان هم لجأوا لصناعه مهمه جدا بيتابعها ملايين من المصريين وهي الكوره، وده ممكن يزود التوعيه باهميه التبرعات. فتحيه كبيره جدا لنادي بيراميدز على المبادره العظيمه دي، واتمنى ان انديه الدوري المصري وخصوصا الجماهيريه انها تعمم الفكره دي طول الدوري ويحطوا ايديهم دايما في ايد الجمعيات والمؤسسات الخيريه والمستشفيات اللي بيبقى عندها هدف نبيل، ومش لازم كل حاجه ندور على الفلوس والرعايه، ونهتم بالمشاكل اللي موجوده دايما في مجتمعنا، ان المجتمع ده زي ما انتوا جزء منه ليكم مسؤوليه تجاهه. ايه الكلام الكبير ده يا عمده؟ استنى، عشان الكوره اكبر بكتير من انها مجرد رياضه، والانسانيه دايما هي اللي بتكسب.